اللي انتوا فاتكوا لايف قوي جدا 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 جدا. اللي فاتوا بقى اللايف فاتوا كتير بصراحة. بس هو انا ليا سؤال، وطبعا انا عارف ان الاكونت في ناس كتيرة بتشوفه. هو احنا ليه ما بنعملش توطين لكل الصناعات اللي موجودة عندنا؟ ليه؟ سواء صناعة سيارات، سواء صناعة أجهزة كهربائية، سواء أي حاجة. ليه ما بنعملش توطين للصناعة؟ ليه ما بنصنعش ونزود المنتج المحلي فعلا والله ونصدره؟ لماذا؟ احنا لو عملنا كده هنجيب عملة، لو عملنا كده مش هنرجع اللي احنا نمد ايدينا. ايه السبب اللي انا ما زودش نسبة المنتج المحلي اللي عندي واخليها عالية شويتين تلاتة، ومن خلالها هعرف اصدرها بره، ومن خلالها اعرف اجيب العملة وادخلها، ويبقى انا كده بعمل انفست برضو بس جيب المستثمرين عندي. ايه المشكلة؟ هل المشكلة ان عدم وجود اراضي؟ هل المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ السؤال ده متكرر، وانا مرهق جدا والله، يبان عليا ان انا ما نمتش، بس متكرر جدا جدا جدا. اشتري عربية هايبرد اللي هي الهجين يعني، ولا ما اشتريهاش؟ طب بص، انا عاوز اقول لك على حاجة، خد نصيحة من اخوك. ما تشتريش عربية هجين. وبحب انا اقول كلمة هجين دي اوي، بتعجبني، لان العربية دي لو لا قدر الله حصل فيها مشكلة تصليحها هيبقى مكلف جدا جدا جدا. يا تشتري عربية فول الكتريك اللي هي الاي يعني كهرباء كاملة، يا تشتري عربية بنزين. انما هتحير نفسك بقى ما بين الهجين، اصل شوية بنزين 50 اشتو 50 بنزين 50 كهرباء، ده كلام مش صح. طبعا في عربيات ناجحة هايبرد كتير، بس هي كعربية يعني على الراننج كوست غالية مش رخيصة. حاجة كمان، ودي تبقى اخر ستوري او اللي جاية يعني، ما تمشيش ورا كلام اي حد على السوشيال ميديا. اسمع النصيحة دي من اخوك، ايا كان بقى، يقولك بلوجر عربيات، فود بلوجر، فود مش عارف ايه، فلان، ما تسمعش اي كلام حد من على السوشيال ميديا. خد النصيحة دي من اخوك، وخد كلامي حطه هنا. عاوز تحفظه احفظه، عاوز تطلعه من الناحية التانية طلعه من الناحية التانية. ليه بقى؟ بيحلي الحلو، بيحلي الحلو، الكلمتين دول طالعين من جوه، بيحلي الحلو. مش كل حاجة تاخدها من حد من بتاع السوشيال ميديا، لا. مثال مثلا يعني، كل يوم الصبح الاقي اللي ماسكين الصفحه على الفيسبوك يبعتوا لي: يا استاذ محمد انت نايم، اصحى من النوم، ده الناس عماله تسال هنشتري ولا ما نشتريش، طب نعمل ايه، طب نجاوب نقول ايه، طب مش عارف ايه. فيلم هندي كبير قوي 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 قوي. انت حاجه واحده بس، عزمت فتوكل، خلاص. نويت تشتري فاشتري. اقول لك اصل انا خايف اشتري، اصل عربيتها هترخص. مفيش حاجه بتغلى هترخص. العربية بنص مليون من سنتين، النهاردة تمنها مليون ونص، يعني زادت الضعف. صح ولا انا غلطان؟ طيب حتى لو هي هتنزل قد ايه؟ 150. انت راجل النهاردة مستهلك، فانت راجل النهاردة بتركب. يا تاخد القرار اللي انت تشتري وما تدوش دماغنا وخلاص، انت مش بتتاجر. يعني هتزيد فلوسك، زادت معاها قلت، اديك انت راكب العربية. صح ولا انا غلطان؟ فده رأيي بصراحة. ودايما لما تيجي تاخد الفيدباك بتاع اي براند انت بتفكر فيه، هقولك على حاجتين مهمين جدا علشان ما تمشيش ورا كلام اي حد من السوشيال ميديا. وانا دايما يعني كلامي يعني خدوا مصدر ثقه، لان انا بتعامل معاكم كاخ. انا مش من الناس اللي هي بتاعت الشو بتوع العربيات واللي انا اطلع اشكره مش بتاع الكلام ده. هما بقى الحاجتين اللي انت تاخدهم وانت بتاخد قرار تعملهم يعني. اول حاجة، توقف اللي راكب العربية في الشارع، اللي هو اللي انت بتدور، اللي انت عمال تسأل عليها محمد فاروق وبتسأل عليها علان وبتسأل عليها فلان، واسأله العربية عاملة معاك ايه، لان ده اكتر واحد هيديك يعني رأيه في العربية بما يرضي الله. ثانيا، تدخل السوشيال ميديا ما خلتش حاجة، فانت تدخل على جروب الملاك بتاع العربية على الفيسبوك وتكتب بوست: يا جماعة أنا ناوي أشتري، شوف رأي الناس اللي ركبت العربية دي فيها، فده أكتر رأي هيبقى بالنسبة لك مفيد. ما تمشيش ورا كلام كده خلاص. يعني ده اللي أنا بقوله لك. الحلو بيتحلى والوحش بيتحلى برضه. فاسمع مني، انا مش بضرك ومش مستفيد حاجه من اللي انا اطلع اتكلم معاكم في الحاجات دي خالص. انا بقولك بما يرضي الله.
اخر حاجة واخر ستوري هعملها عشان ناس كتيرة طلبت موضوع النمرة المميزة دي تعرفها ازاي. انت بتدخل وبتسجل وبتدخل حاجة اسمها مزايدة، فانت بتنشئ الرقم اللي انت عاوزه وبتدخل عليه مزايدة. بيبتدي بقى المزايدة تزيد حسب قوة الرقم اللي انت مختاره، يعني في ناس بتزايد ب100 وفي ناس بتزايد ب50 وفي ارقام بتوصل ل1,000,000 وفي ارقام بتوصل ل1,500,000 وفي ارقام 500 وارقام 300 على حسب ما انت عاوز. بس انت اهم حاجة بتدخل تسجل الرقم، الحروف اللي انت عاوزها والارقام اللي انت عاوزها. واول ما يجيلك الاشعار ان هيتم فتح المزاد على اللوحة دي، فانت لازم تبقى اوريدي دان جاهز، يعني اللي انت تتابع المزاد ده على طول ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، لان ممكن واحد يدخل هيزايد عليك في 1000 جنيه زيادة، هياخد منك اللوحة اللي انت عاملها اللي انت كاتبها. تمام.